السلام عليكم، ازيكم يا حلوين؟ يا رب تكونوا بألف خير. النهاردة هنعمل مع بعض عصير يرفع معانا المناعة، بما اننا في فصل الشتاء بنبقى محتاجين حاجة ترفع مناعتنا وتقويها. فطبعا لو كنا كبار او صغيرين فاحنا بننزل الشغل وبنروح المدرسة، فاحنا محتاجين حاجة فعلا تقوي المناعة. النهاردة هنعمل عصير الجزر، تمام، والرمان بالفراولة بالبنجر، حاجة كده تحفة بجد. عندي هنا كوباية من الفراولة، تمام، غسلتها كويس جدا، وعندي كوباية من بذور الرمان. عندي هنا الجزر الأحمر، ده بيتباع عند أي خضري، أو لو ما تيهوش عند بتاع الخضار ممكن تلاقيه عند الراجل بيبقى واقف بره في الشارع واحنا رايحين الشغل او رايحين النادي، هتلاقيه عنده جزر أصفر وجزر أحمر وعنده خس والحاجات دي، تمام. وكمان عندي بنجر هنا غسلته وقشرته زي ما انتم شايفين كده. طبعا الكمية بتحكم فيها على حسب عدد الأفراد اللي أنا هسقيهم العصير، وهقول لكم هنحتفظ بيه ازاي كمان، وهنشربه كم مرة في الأسبوع، وإمتى تظهر نتيجته. بس كده زي ما قلت لكم، غسلنا الجزر وهنقطع كده الجزر، وبعدين هنحط عليه البنجر وهنحط عليه مية كافية لغاية ما يتغطى بس، وهنحطهم على النار لغاية ما يستووا كويس جدا، وبعدين نرجع نعمل العصير بتاعنا. عايزة أقول لكم فايدته ما شاء الله، يعني خلال 3 شهور لو مرتين في الأسبوع هتلاقي الحديد في الدم بقى طبيعي جدا، معدله بقى ممتاز، بيرفع فعلا فعلا الحديد والهيموجلوبين في الدم بشكل غير عادي، تمام. حاجة طبيعية وموجودة، فاحنا ما نستخسرش ان احنا او نستثقل الموضوع وما نعملهوش، لا اعملوه بجد وجربوه ان شاء الله يعجبكم جدا. حطيت الفراولة مع الرمان في الخلاط وعليهم كوباية من المية، وهنضربهم كويس مع بعض وهنصفيهم علشان نتخلص من بذور الرمان اللي بتبقى من جوه ما تضايقناش في العصير، تمام. وكمان بذور الفراولة الصغيرة. بس كده اهو زي ما انتم شايفين. عاوزة اقول لكم تقدري تاخدي منه كوباية كده، يعني احنا هنحتفظ بالعصير ده في التلاجة، وقبل ما نشربه يعني نخرجه من التلاجة قبلها بنص ساعة كده يهدى تماما، ونبدأ نشربه مرة براحتك في اي وقت في اليوم، تمام. الحاجة الطبيعية في اي وقت في اليوم. عاوزة تاخدي كوباية على الفطار مفيش مشكلة، عاوزة تاخديها وسط اليوم او اخر اليوم مفيش اي مشاكل، هترفع معانا الحديد في الدم. اي حاجة حمرا يا جماعة بتبقى ليها علاقة بالدم، تمام. فطبعا فوائده ممتازة جدا جدا. احنا عارفين ان البنجر ما شاء الله فوائده رهيبة، كمان الجزر الاحمر ده يعني ممتاز قوي. الفراولة والرمان حاجات كلها طبيعية وممتازة قوي. هحط كل المكونات كلهم على بعض كده، هنحط عليهم معلقتين 3 كبار كده من العسل، تمام، علشان عارفين ان العسل بيعتبر مضاد حيوي قوي جدا. بنستخدمه طبعا صيف وشتاء ما شاء الله، فهو مهم جدا جدا في الشتاء. يا ريت لما نعمل عصاير طبيعية نعملها ان شاء الله بالعسل، تمام، علشان يعزز قوة العصير ده او الحاجة دي، بتبقى قوية، مفعولها قوي جدا، تمام. بس كده، ده العصير بتاعنا سهل وبسيط جدا جدا، فيا ريت تجربوه ويا ريت تستمروا عليه علشان يقوي مناعتنا سواء كنا كبار او صغيرين. بس كده هنقدمه على طول زي ما انتم شايفين، هو بيبقى قوامه تقيل شوية، فلو زودت شوية مية مفيش مشكلة. وعلى فكرة لو ما عندكيش عسل ممكن تستخدمي معلقة صغيرة من السكر، أو ممكن تستغني عنه خالص خالص، فهو طعمه مستساغ وجميل قوي، يعني مش حادق ولا مر ولا أي حاجة، يعني ممكن تشربيه من غير أي مسكرات خالص، يعني لا عسل ولا سكر. بس ده كان حلقتنا النهاردة. ما تنسوش بقى اللايك الجميل، لو أول مرة تشوفوا قناتي يلا اشتركوا فيها وفعلوا زر الجرس، وأشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.